هاي السلام، مرحبا بكم. موضوعنا اليوم التكوين العقلي. التكوين العقلي هو مجموع الإمكانات المرتبطة بالإدراك والتفكير اللي كتمكن الشخص من تكييف سلوكه بما كيتفق والظروف البيئية المحيطة به. كتعتبر التكوين العقلي من المفاهيم العلمية اللي حظات باهتمام العلم الحديث، خاصة علم النفس. غيتم التطرق لكل من الاضطرابات العقلية للمريض ومفهوم الذكاء. فالاضطراب العقلي هو مرض خطير كيصيب الشخص في صورة اختلال شديد في تفكيره والقوى العقلية بوجه عام. كيتميز باضطراب ملحوظ في الحياة الانفعالية وعجز شديد عن ضبط النفس، مما تحول دون المريض ورعاية نفسه كيمنعه من التوافق الاجتماعي في مختلف صوره. الأمراض العقلية هي إما عضوية ووظيفية. فالعضوية كيكون عندها أساس عضوي معروف، مثلا تلف النسيج العصبي ديال المخ، والوظيفية كتسبب فيها عوامل نفسية كالفصام والذهان الدوري. الأمراض العقلية كتعدد الأسباب ديالها، منها الوراثة، الاضطرابات العضوية، الضغوط النفسية أو الاجتماعية، والعلاقات العائلية، ثم قدر يكون كسبب من أسبابه العمر. الاضطرابات المستقرة، الضعف العقلي والخلل العقلي. فالضعف العقلي كصور من صور الاضطرابات العقلية هو حالة مرضية كتصاحب الشخص منذ ولادته، كتمثل في توقف ملكاته الذهنية عند حد معين دون مستوى النضج الطبيعي للعقل. الضعف العقلي صورتان هما العتاه والبله. فالعتاه في فئتين، الأولى كتعرف بذكاء الحيوان، والثانية بذكاء أقل من 3 سنوات. أما البله فهو أدنى مستويات الذكاء، والأبله مستوى ذكاء بين 3 سنوات ل6 سنوات. الأبله ممكن أنه يؤدي بعض الواجبات الشخصية بنفسه بحال النظافة والمحافظة على نفسه من التعرض للضرر. الخلل العقلي هو الخلل اللي كيصيب القوى الذهنية واللي كيؤدي انحراف نشاطها. كيرد الأطباء هذا الخلل إما لصدمات أو لارتجاج دماغي أو انفعالات شديدة. كان هذا بالنسبة للاضطرابات العقلية المستقرة. ثم نجد اضطرابات متطورة، فيها الهوس، فيها الاكتئاب، فيها فصام العقلي أو الشيزوفرينية، وفيها البارانويا. نبداو بالاكتئاب كاضطراب متطور. الاكتئاب كيكون مصحوب في كثير من الأحيان بالقلق واليأس والأرق ومشاعر الذنب المبالغ فيها، فقدان الشهية، البكاء المتكرر، وانعدام الثقة بالنفس والتأنيب المستمر للذات. الهوس يصنف على أنه اضطراب عقلي كيتميز بالنشاط الزائد والمرح والغرابة. كيكون الفرد مليء بالحيوية، ما كيسالي من حاجة حتى كيبدا في حاجة أخرى. يقدر يبدا عمل قبل ما يسالي من العمل الأول. يقدر يوصل النشاط ديالو لدرجة العدوان والتحطيم. كتميز أفكاره بأنها غير منتظمة، لأنه كينتقل من فكرة لفكرة بسرعة بلا حتى سبب. وكتميز لغته بالإغراق من التفاصيل اللي ما عندهاش أهمية. تقدر تبان عليه بعض الأعراض الثانوية بحال القلق والشك واضطراب الوعي. مرض الشيزوفرينيا هو مرض كينتشر بين الشباب في الفترة ما بين 18 سنة و25 سنة. كيسميه البعض بالجنون المبكر. من أعراضه اختلال التفكير وبلادة الشعور. وعادة ما كيكون هذا المرض مسحوب بهذيان أو تخيلات بصرية وسمعية. يقدر مثلا الشخص أنه يتخيل أن شي حد كيضاهطو أو كيتبعو. البارانويا هو جنون العقائد الوهمية أو هذيان تفسير. عادة ما كيصيب الإنسان في منتصف العمر بين 25 و 40 سنة. من أعراضه أن المصاب كتسيطر عليه أفكار معينة، كتسيطر عليه معتقدات خاطئة،
يستحيل عليه يتخلص منها. كتنوع صور هذا المرض على حساب طبيعة هذه المعتقدات أو نوعها، فكنلقاو بارانويا الاضطهاد بحيث كيسيطر على المريض الشعور بأنه مضطهد، وكنلقاو بارانويا العظمة الناشئة عن شعور المريض بأنه أحد العظماء، وبارانويا الغيرة اللي كتولد في الشخص أو المريض شعور بالأنانية والاستئثار كتخليه يغار بشدة على من يحب. الذهان الدوري كيتمثل في نوبات مرضية متناقضة فيما بينها، كيتأرجح خلالها المريض ما بين الهوس والاكتئاب، مرة هو مهووس ومرة مكتئب. فكيتمثل الهوس شعور المريض بالفرح والنشوة دون سبب، وكتجي حالة من الهياج الشديد والإثارة كتخليه مندفع، فبالتالي كيقل عنده الضمير الأخلاقي وكيختل تفكيره، وكيجي من وراء هاد الحالة أو من وراء الهوس أو من بعد هاد الهوس كيجي حالة اكتئاب سوداوية، فكيحس على إثرها أنه يشعر بالقلق والحزن الشديد المبهم، كما كينتابو تشتت فكري وشعور بالقهر والإهمال من الغير، وكيجي شعور بالذنب وعدم القدرة على التفسير الصحيح للأمور.